مساء الخير يا جماعة، ازيكم وعاملين ايه؟ أهلا بيكم في نشرتنا الرياضية اليوم التلات 26 أغسطس 2025. النهاردة معانا أخبار سخنة من الدوري المصري والأندية الكبيرة، ويلا نبدأ مع بعض. الخبر الأول، الأهلي وغزل المحلة. الأهلي لسه مستمر في نزيف النقاط، والتعادل السلبي مع غزل المحلة خلى الجماهير تبتدي تتكلم بقلق. الفريق لعب المباراة على استاد المحلة في الجولة الرابعة وما قدرش يسجل رغم الفرص اللي كانت موجودة، وبكده الأهلي يوصل ل5 نقاط بس من 3 ماتشات، ودي بداية محبطة شوية بالنسبة لفريق بيدور على المنافسة على اللقب. خبر 2، أزمة الزمالك وميشالاك. في نادي الزمالك مجلس الإدارة قرر يقفل ملف التعاقد مع اللاعب البولندي كونراد ميشالاك مؤقتاً، والسبب إن النادي لسه مشغول بأزمة أرض أكتوبر، والأزمة دي واخدة كل اهتمام المجلس قبل ما يفكروا في صفقات جديدة. جماهير الزمالك مستنية يتحل الموضوع عشان النادي يركز في التعزيزات اللي هتفيد الفريق. الخبر الثالث، فتوح راجع. البلجيكي فيريرا المدير الفني للزمالك قرر يعتمد على أحمد فتوح في التشكيل الأساسي قدام فاركو. المباراة هتكون النهاردة في الجولة الرابعة من الدوري. فتوح كان مبعد الفترة اللي فاتت بعد أزمة حضوره الحفلة في الساحل، لكن بعد ما اعتذر الإدارة عفت عنه ورجع للتمرينات. دلوقتي جماهير الزمالك هتشوف فتوح راجع يلبس التيشيرت الأبيض من أول الماتش. الخبر الرابع، الأهلي وريبيرو. مصدر من النادي الأهلي نفى كل الكلام اللي طلع عن رحيل المدير الفني خوسيه ريبيرو. المصدر أكد إن مفيش أي نية في الاستغناء عنه دلوقتي، وإن الإدارة لسه متمسكة بيه رغم البداية المتواضعة في الدوري. الخبر الخامس، أزمة بيراميدز. بيراميدز بدأ الموسم الجديد بأخطاء كتيرة كلفته نقاط مهمة بدري. الفريق اتعرض لأكتر من حالة طرد في أكتر من ماتش، زي وليد الكرتي في أول جولة، وبلاطي توري وكرونسلاف قدام الإسماعيلي، وأخيراً محمد الشيبي قدام مودرن سبورت. الشيبي كمان هيغيب عن المواجهة الجاية قدام الأهلي، واللي متوقع تكون صعبة على الفريق السماوي. جماهير بيراميدز مستنية تشوف الفريق هيرجع إزاي ويصلح الأوضاع. وبكده تكون خلصت نشرتنا الرياضية للنهاردة. ما تنسوش تتابعونا بكرة عشان نجيب لك كل جديد عن الدوري المصري وأخبار الأندية الكبيرة.